بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على أغلى وأحلى متابعين في الدنيا، في مصر وبره مصر، حبايبنا الدول العربية، اخواتنا والدول الأجنبية، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل معاكم كفتة الفراخ. أيوة، زي ما انتم شايفين كده، دي كفتة فراخ مش كفتة لحمة. طعمها ما أقولكمش، وريحتها كانت مالية العمارة. ريحتها في منتهى الجمال، طعمها ما أقولكمش على جماله. طلعت طرية وطعمها جميل، كأني جايباها من عند الحاتي. زي ما انتم شايفين كده، بحط لها حاجات تطريها وتديها طعم وريحه ما اقولكمش على جمالها. انا فادية قاسم، اللي ما تعرفنيش ودي قناتي. يا ريت اللي يعجبها الفيديو تعمل لي متابعه ولايك وجرس للكل عشان يوصل لها كل جديد. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا جايبه هنا بصلتين وكام قرن فلفل كده الوان، يا سلام لو احمر كمان هيبقى اللون افضل بكتير. وكمان كام فص ثوم كده، وهنحطهم في الميكسر. انا عايزه افرمهم كويس ناعم جدا علشان ينزلوا الميه اللي فيهم، وعشان كمان لما بيبقوا ناعمين الكفته بتاعتي تتمسك كويس. هنفرمهم كويس. زي ما بقول لكم، لو الفلفل احمر هيبقى افضل بكتير. انا ما كانش للاسف عندي فلفل احمر، كان عندي الاصفر والاخضر وهريسه شطه كده بسيطه. حطيتهم على بعض مع بصلتين كده صغيرين وكم فص توم مش كتير، وهنصفي ميته. هنا بقى على طاسه تانية هنحط معلقتين زيت ومعلقه بابريكا كده كبيره، بابريكا، ومعلقه توم باودر، معلقه بصل باودر، كمان عليهم معلقه فلفل اسود، وكمان نص معلقه ملح. وهنحمرهم كده في الزيت لغايه ما يطلعوا الريحه بتاعتهم. اول ما هيطلعوا الريحه بتاعتهم كده هنضيف عليهم، زي ما انت شايفه كده انا بحمرهم. اول ما يطلعوا الريحه بتاعتهم هنضيف عليهم من ميه البصل اللي احنا صفيناها. ميه البصل على الفلفل اللي احنا صفيناه هنضيف جزء منها، وهنخلي الجزء الاخير هنشوف هنعمل بيه ايه. هتضيفي عليها، شايفه الريحه بقى مقولكيش بقى ماليه البيت. هتحطي عليها كمان معلقه صلصه صغيره كده تدي لون بس مش اكتر. شايفين اللون والشكل والطعم اقول لكم مش. كمان لو عندك شويه خل، معلقه خل او عصره ليمونه، تبصي بتلاقي الدريسنج ده بيبقى طعمه في منتهى الروعه. هنحمرهم كده لغايه ما يطلع اللون كده ويقصر معايا. انا مش عايزاه خفيف، انا عايزاه تقيل زي ما انتوا كده شايفين. في الوقت ده بعد ما بخلصه بنمسك البصل بقى، بصلتين كده نعملهم جوليان. لو عندك ميكسر هتعمليهم جوليان كده على الميكسر، وتحطي بقى عليهم شوية سماق كده بيدوا طعم في منتهى الجمال. ده هنحط على جنب، وشوية ملح وتحطيهم برضو على جنب، هنعوزوهم بعدين. الميكسر بقى هنحضره ونحط الفراخ بتاعتنا، صدور فراخ، وعليهم كمان حتة ليا كده، وتحطيها عليها وتضربي الفراخ كويس. يعني اهم حاجة يبقى الفراخ فيها حتت صغننة كده، يعني متبقاش مفرومة قوي قوي ناعمة، ولا تبقى خشنة، الوسط كده علشان تبقى متماسكة في بعضيها، وفي نفس الوقت تحسي بطعم الفراخ. زي ما انتوا شايفينها كده، انا اخدت طبعا الفلفل والبصل والثوم اللي انا صفيته، وهنحطهم وهنضيفهم على الفراخ اللي انا فرمتها. زي ما بقولك، لو عندك صدور فراخ، وراك فراخ، على صدور اللي موجود عندك، قلبتهم كده كويس جدا مع البصل اللي انا فرمته. هنحط بقى البهارات بتاعتنا. البهارات بتاعتنا معانا توم باودر، بصل باودر، معانا بابريكا، فلفل اسود، معانا 7 بهارات، شوية ملح، كمان لو عندك مرقة فورية تحطيها. كل ده بيدي طعم حلو قوي للكفتة. يبقى فلفل اسود، 7 بهارات زي ما بقولك، وكمان شوية بقدونس كده تحطيهم بيدوا طعم حلو قوي. كمان هنحط عليهم معلقتين نشا كده علشان يمسك القوام بتاعنا، ونقلبهم كويس جدا ونعجنهم كويس جدا في بعض. وبعد كده بقى هنشوف هنصبعهم ازاي. هنجيب المية بتاعت البصل والفلفل، هنحط عليها بقى شوية بابريكا علشان تلون شوية معايا. زي ما بقول لكم، لو عندكم الفلفل كان احمر كان المية دي هتبقى حمراء، وكانت هتفرق شوية. هنحط بابريكا ونحط معلقة زيت علشان نصبع مع بعض الكفتة. هنجيب بقى السياخ بتاع الشيش طاووق، وهنصبع كده الكفتة
في منتهى السهولة، هتشبك معاكي في منتهى السهولة. تعملي كفتة كبيرة كده علشان لما تحطيها على الشواية تبقى متماسكة كده، وفي نفس الوقت مفرغة من جوه فما تبقاش مكبوسة. بالمية كده بتاعة البصل بتدهني كده ايديكي وتصبعي الصوابع الكفتة. هنعمله برضو زي ما انتم شايفين كده. بعد ما بتحضري الكمية بتاعتك بتحطيهم في التلاجة قد ساعة ساعتين يجمدوا شوية، وبعدين بتطلعيهم بقى على الجريل بتاعك. الجريل تحطيه على نار عالية يسخن كويس جدا، وبعدين هتحطي له قد معلقة سمنة صغيرة، وتحطي تبدأي ترصي الكفتة بتاعتك زي ما انت شايفة كده. رصيتها كده. بعد ما ترصيها توطي النار شوية، انا مش عايزاها تتلسع منك او تتحرق منك. توطي شوية يا دوبك تاخد اللون، وبعدين تبدأي تقلبيها. هنبدأ نقلبها. تبصي تلاقي اول ما تقلبي واحده وتلاقيها مش لازقه، تبداي تقلبي بقيه الكفته بتاعتك. تحركي كده الجريل بتاعك او الطاسه او ايا كان انت بتشويها على ايه. تحركيها كده، اول ما يتحرك معاكي الكفته تعرفي انها خلعت من الصاج بتاعها او الجريل بتاعها. تبداي تقلبيهم. هتقلبيهم بقى شمال ويمين كده لغايه ما ياخدوا اللون الحلو اللي انت عايزاه. تغطيه بقى وتغطي خالص علشان الكفتة بتاعتك تستوي كويس جدا. اول ما يتقلب معاكي قلبيه عن الناحية التانية شمال ويمين لغاية ما تاخد لون موحد من جميع الجهات زي ما انت شايفة كده. هنقلب الكمية كلها ونعمل الكمية كلها. اول ما تلاقي اللون اتوحد معاكي هنبدأ نضيف لها الدريسنج اللي احنا عاملينه الاولاني اللي هو بالبابريكا والفلفل الاسود والخل. تعمليه كده بالفرشة، تدهني بالفرشة هيديكي لون في منتهى الروعة. برضو تسيبيها شوية على النار، على نار هادية خالص، علشان انا عايزة الكفتة بتاعتي مستوية من بره ومن جوه. شايفين اللون؟ عطاها اللون الجميل كمان. ما تبقاش لونها فاتح كده، لا بتبقى لونها جميل جدا يفتح النفس اصلا. اقول لكم الريحه بقى طالعه في منتهى الروعه. دريسنج كمان بيديها طعم كمان جميل على جمالها. كمان ميه البصل اللي احنا كنا شايلين منها شويه هنحط حبه كده ونقفل على الجريل كده او نغطي الكفته بتاعتنا ونوطي خالص لغايه الميه دي ما الكفته تتشربها من البخار بتاعها. تبصي تلاقي الكفتايه كده اتشربت وتخنت كده معاكي واستوت كويس جدا. كوني بقى بتحضري العيش بتاعك برضو بنفس الدريسنج كده. تدهني العيش بتاعك كده اهو. هندهن العيش بتاعنا كله، وبعدين نجيب البصل بتاعنا اللي احنا حضرناه اللي كان منقوع بقى في السماق والملح، حبة ملح طبعا صغيرين، وتحطيهم في العيش بتاعك. وبعدين تطلعي السيخ بتاعك بقى زي ما انت شايفة كده وتطلعيه في الرغيف بتاعك وصحة وألف هنا. زي ما انت شايفين كده. يا ريت ما تنسينيش في اللايك والشير والاشتراك، وتصبحوا على خير.